فانت تتعلم كل المميزات وكل الفيتشرز اللي موجودة في الاس دي كي اللي انت شغال بيه، هيسهل عليك حاجات كتير جدا وانت بتتعلم الفريم وورك، بدل ما تقعد تبني العجلة. لحد يومنا هذا في ناس مفكره ان الاكستنشن اون دي ليها علاقه بفلاتر، ملهاش علاقه بلغه البرمجه. احنا كل دوت انتليجي وبنكتب الكود بلغه برمجه دارت، وهو ده فهمك للغه البرمجه. ده ملوش اي علاقه بالفريم وورك. دي لغات البرمجه. الناس بتكتئب وتقول لك الدنيا صعبه وفلاتر صعبه بسبب النوتس دي، ان هو مفكر الكلام دوت. هي فلاتر اصلا ما هي الا يو اي، او بتعمل لك يو اي فرونت اند، ملهاش اي علاقه باللوجيك والكلام ده. انما اللوجيك والتفكير وكل ده في لغه البرمجه. الناس ما بتتعلمش ازاي تفكر وتروح تتعلم فريم وورك فتلبس في الحيط، ما تبقاش فاهمه امتى تستخدم ده وامتى تستخدم حاجات تانية. وهو ده هدفنا والرسالة بتاعتنا اللي بنحاول نوصلها دايما، ان تفكيرك في لغة البرمجة هو اللي هيخليك شاطر جدا في الفريم وورك. فلغات البرمجة هي الاساس، اتعلم الاساس والبيزك، وبعد كده روح بقى اتعلم فريم وورك براحتك، محدش هيقول لك اي حاجة. وبالتوفيق يا صديقي، اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.